السلام عليكم ورحمة الله. شغلة جديدة، أي واحد يروح الحج أو العمرة راح يعتقلونه. ليش؟ يابا أنت مسوي منشور ضد محمد بن سلمان أو الحكومة السعودية. خير يا طير، هذا رأيي أنا. أنتم تقبلوا ما تقبلوا ما يخاف، لا ما دام هيك أنت تعتقل وتسجن. شوف ايش قد سنتين سنتين كيفهم على راحتهم. والمشكلة والطامة الكبرى الأكبر أنه السفيرة مالتنا بالسعودية صفية السهيل، طبعا اكو فيديو راح اخلي لكم ان شاء الله ورا هذا، شلون واقفه بكل اذلال. الوفد العراقي واقف بكل اذلال قدام السعوديين. متعجب انا والله العظيم، هذول اللي تحكون عليهم الفرس ما فرس طايحين حظ السعوديين والخليج كلها، واحنا اهل العراق اهل الخيرات اهل الحضاره نوقف بذلال قدام السعوديه. لا حول ولا قوه. مثل ما قلت لكم صفية السهيل همينه تقول اي صح، من حق الحكومة السعودية أنه تعتقل. يعني كل الحكومات اللي أعرفها أنا تدافع عن رعاياها، تقلب الدنيا تجيب محامين أنه نطلعهم، مو بكيفكم أنتم، هم ما جايين يعلموا علمودكم، مو جايين يحجون مثلا. إلا إحنا لا يخالف خليه يعتقلهم. شنو يعني؟ العراق اكو شيء جديد؟ عنوان نيوز ناشونال. ايه السفيرة العراقية صفية السهيل الله يمد بعمرها قسم من الحجاج العراقيين الموقوفين لديهم جرائم نشر سابقة بحق السعودية. خل تسمع الحكومة العراقية. هذا تبرير. هذا تسمع الحكومة العراقية. هذا عنوان النيوز، هذا موقع عنوان النيوز، مو هذا ناشرين هسه. صفية السهيل تقول هذا الحكي. لا هواي عندنا ناس تحمي العراقيين لعد، خلي يسمعون العراقيين. عمي هذا اسقاط للحكومه العراقيه. يعني حقيقه دعوه تشتغل ضد بلده بالسعوديه والعراق. ما اعرف والله، ما اعرف. سفير السعوديه مو سفير، يعني معقول هذا الموضوع؟ الحكومات تغطي على جرائم ابنائها، مو هي تسوي. العراق هو بريء الرجل. العراق عن مسؤول عن محاسبه عماد. انا اؤمنكم شيخ كاظم حقيقه الشمل القانوني يعتز به. اما الاخ الاقتصادي المعروف ماجد الحكير ايضا من الشخصيات اللي نعتز بها جدا. حقيقه ايضا انا متفقه مع والوالد قال ما حضرتك ايضا الركوع، لان ان شاء الله باول فرصه تشرفونا، وبما ان صاحب السمو هو القائد ايضا وهو ياخذنا كلنا باذن الله فيما يتعلق بالتعاون المشترك. الدكتور هادي حقيقة عبد الوهاب سكر اللي هو قائد الحدود. قائد الحدود مهم كثير، لأن احنا تعرفون عرعر جميمة قادما إن شاء الله كل الحدود اللي موجودة تنفتح بيننا وبين المملكة كلها، جهودك وجهود نظرائك اللي موجودين. وأيضا سيادة الفريق قائد الشرطة الاتحادية فريق الركن سعد. تعذروني إذا ما أكمل الأسماء، مو لأني ما أعرف، لأن حقيقة كل شخصية من الشخصيات لها مكانتها الكبيرة ونعتز بكل جميع. طبيعي لدينا مجموعة كبيرة من الشخصيات، من أيضا السادة المسؤولين في الدفاع والداخلية والاستخبارات الخارجية والداخلية، ما نقدر نقول كل أسماء